صوت الملعب مع محمد فاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صوت الملعب. النهاردة عندي قضايا مهمة جدا وعندي مفاجأة لجماهير النادي الأهلي. هبدأ بالمفاجأة الصراحة من الأخبار اللي هتفرح كل جماهير الأهلي، وهي بتتكلم عن الحلم اللي جمهور النادي الأهلي بقاله فوق 60 سنة بيحلم بيه. وإيه هو الحلم ده؟ هو استاد النادي الأهلي الجديد. واول اخبارنا النهارده ان النادي الاهلي مع نادي ريال مدريد الاسباني في افتتاح استاد الاهلي. بكره ان شاء الله هيعلن النادي الاهلي عن تفاصيل مشروع الاستاد في حفل ضخم بمدينه الاقصر بحضور كبار الشخصيات العامه ونجوم الكره المصريه والاهلي وبعض النجوم العالميين. الاهلي هيقيم الحفل في وجود نسخه كاس العالم للانديه اللي كانت جت من يومين، واللعيبه اتصورت معاها في ملعب مختار التتش، وهيكشف عن تفاصيل تصميم الاستاد الجديد استاد النادي الاهلي اللي هيبدا العمل به بتكلفه 8 مليار جنيه. طب مكانه فين الاستاد؟ هيبقى في فرع الشيخ زايد بسعه 42 ألف مشجع ومن غير تراك زي ملاعب انجلترا. الاهلي هيفتتح الاستاد في عام 2029، وهناك خطة لإقامة بطولة عالمية في افتتاح الاستاد بمشاركة ريال مدريد الإسباني وأحد الفرق الأوروبية الكبرى. وطبعا هيبتدي يبقى فيه برضو بعض الأندية العربية الكبيرة، وممكن يبقى بقى نادي من أفريقيا كبير. ده اللي في دماغ مجلس إدارة النادي الأهلي واللجنة القائمة على مشروع الاستاد. الأهلي اسم الاستاد هيتم طرحه في مزايدة عالمية لبعض الشركات الكبرى، ومش هيكون باسم شخص معين زي مختار التتش أو صالح سليم، لا هو هيبقى بالناحية الكوميرشال، الناحية التسويقية، زي ملعب الاتحاد لمانشستر سيتي، زي ملعب الإمارات للنادي الأرسنال، والأندية اللي دايما بتحط الرعاة بتوعها في ملاعب الاستاد ده طبعا عشان يجيب أكبر عائد. طب هنا السؤال، ليه ملعب النادي الأهلي بالنسبة لجماهيره حلم؟ النادي الأهلي لما بدأ في 1907 وبداية الملعب لمختار التتش، كانت يعني جماهيرية النادي الأهلي ارتبطت بالملعب، انك تروح بتحس ان الملعب ده بتاعك، الملعب ده ما بتدفعلوش إيجار، بكده يلم الشم زي ما بيتقال. ولكن طبعا بعد بناء استاد القاهرة في الستينات، والصراحة ملعب استاد القاهرة يا جماعة يعني من الحاجات الجميلة جدا اللي تحسب لمصر، لأن حتى هذه اللحظة ورغم كل الاستادات اللي حضرتكم بتشوفوها وكل الاستادات اللي اتبنت بعد كده سواء في مصر أو في أفريقيا، استاد القاهرة والمهندس الألماني اللي عمله صراحة كان على أعلى مستوى. حتى هذه اللحظة إحساسك جوه استاد القاهرة إحساس مختلف. ولكن هنا النادي الأهلي ابتدى يبص للناحية التسويقية بتاعته، ابتدى يبص لفايدته بالنسبة للفريق، فايدته بالنسبة لجماهيره. حاجات كتير قوي النادي الأهلي ابتدى يبص عليها، لأن في تفاصيل الاحتراف، النقلة الاحترافية، لما بتيجي تتكلم تقول انا عايز ابقى زي نادي ريال مدريد. نادي ريال مدريد عنده ملعبه الخاص هو سانتياغو برنابيو. فهنا لو بصيت على التسويق بتاع ريال مدريد بالذات، يعني لو بصيتوا كده على الاستاد الجديد اللي تم تجديده، الدخله بتاعت اللعيبه فيها تسويق، الشاشه الديجيتال اللي موجوده في الملعب فيها تسويق، كل حاجه تخص الملعب من جوانبه ومن داخله واوضه اللبس وكل الكلام ده فيه تسويق. كل هذا الامر فايده ليك وللرعاه بالنسبه لصاحب الملعب. زائد ان انت ما بتتكلفش كل مباراه بتلعبها ان انت تدفع تكاليف ايجار. زائد ان انت هتبقى المسؤول عن جاهزيه وصلاحيه الملعب، وده الحاجه اللي يعني برضو هنا برجع اتكلم فيها تاني وهضم صوت لصوت كابتن شوبير، لان صراحه واحد من الناس القليله بتتكلم في هذا الشأن. ملاعب اللي بيتلعب عليها الدوري الممتاز وكأس مصر في منتهى يعني، مع مش عايز اقول بقى السوق، ولكن الحالة سيئة جدا. ولما بنخش في الشتاء الصيانة بتاخد وقت كبير، وبتاخد عقبال ما بتتعمل، وكل ملعب بيلعب عليه اكتر من 5 6 أندية، رغم ان عندك ملاعب كتير. فالامر بالنسبة
المنتج اللي أنت بتقدّمه أنت محتاج تشوف بُساط، زي ما بتتفرّج على الدوري الإنجليزي والّا بتتفرّج على الدوري الأسباني والّا دوري أبطال أوروبا، الملعب بيبقى بُساط وأنت محتاج إن أنت المنظر دوّة تستفاد منّه، اللعيبة هتستفاد منّه، كل الجمهور هيستفاد منّه، كل المنظومة بشكل كبير هتستفاد من هذا الأمر. فهنا لمّا ييجي النادي الأهلي يعمل هذا الأمر هيبقى برضه ما فيش بقى هنا هو اللي مسؤول عن صلاحية النجيلة والشكل العام بتاعه وإزاي يبقى شكله منضبط وعشان اللعيبة والمدربين ما يشتكوش، فهنا هيبقى ده أمر مهم جدًا بالنسبة للجمهور. يبقى عندك استاد ملعب فيه 42,000 تقدر تسوّق مدرجاتك، تقدر تسوّق ما يشمل بقى تعمل مثلًا نادي رياضي، gym كل الحاجات اللي نِفْسك فيها واللي أنت بتشوفها في الأندية العالمية هتبقى بالنسبة لك يعني متاحة، وهنا هيتنقل بقى التمرين من التتش هيبقى على ملعب استاد الأهلي بالنسبة للفريق الأول. صراحة مفاجأة كبيرة جدًا وجميلة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي صراحة لكل ما يحب النادي الأهلي في كل العالم، إنه يبقى عنده استاد الأهلي الجديد. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. لسه مكمل مع حضراتكم والنهارده اخباري كلها مفاجآت جميله بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. الخبر الثاني والموضوع المهم ان اللاعب محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر ونيس والاهلي السابق هيبقى مفاجاه جديده من الخطيب في كاس العالم للانديه. ايه الحكايه؟ النادي الاهلي توصل لاتفاق شبه نهائي مع محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني ونادي نيس عشان يلعب معاه في كأس العالم للأندية. الأهلي عرض على عبد المنعم تقدم بعرض رسمي لاستعارته لمدة موسم كامل، ولكن اللاعب لسه متردد بشأن الانضمام على سبيل الإعارة. نادي نيس بينتظر من ناحيته وصول عرض رسمي للموافقة على رحيل اللاعب لخوض كأس العالم للأندية اللي هيبقى في الولايات المتحدة الأمريكية من فترة 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل. مارسيل كولر طبعا المدير الفني للنادي الأهلي رحب بعودة عبد المنعم جدا. هنا الكلام المهم بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لمارسيل كولر، ما يكون عندك مدافع بالليفل بتاع محمد عبد المنعم إضافة كبيرة جدا لخط الدفاع. النادي الأهلي كان عمل صفقة مصطفى العش، ولكن عشان تروح تلعب احنا ده مش انتقاصا من العش لعيب كويس، ولكن لما يكون عندك لعيب اساسي في منتخب مصر وبيلعب في فرقه في فرنسا موجود معاك في السكواد اللي هتلعب بيه كاس العالم للانديه، اللي هتلعب بيه مين؟ هتلاعب بيه نجوم العالم، هتلاعب فرقه بورتو في البرتغال بتلعب دوري ابطال اوروبا، هتلاعب ميسي وسواريز وبوسكيتس و اصدقاء ميسي في فرقه انتر ميامي. ايضا عندك فريق بالميراس البرازيلي، فرقه هتبقى جايه جعانه عايزه تقدم شكل واداء. فكل هذه الامور لما تيجي تحطها في ان انت لازم يبقى عندك خط دفاع قوي، دي اضافه قويه جدا. هنا النادي الاهلي في تشكيلته او اللي في اذهان مجلس ادارته ولجنه او الاشراف العام على الكوره طبعا قياده الكابتن محمود الخطيب ومعاه مارسيل كولر واللجنه بتاعه التخطيط، لما تيجي تبص لما يكون معاك، انا هبتدي من الخلف، يبقى كده انت جبت العش وعبد المنعم، وطبعا موجود رامي ربيعه وموجود ياسر ابراهيم، فهنا اللي عندك اربعه ورا يعني في اضافه كبيره جدا بوجود العش وعبد المنعم. وبعدين لما يكون عندك قدامهم هتجيب حمدي فتحي وبتتفاوض مع محمد النني عشان يلعب معاك كاس عالم الانديه، طبعا في وجود امام ومروان والمجموعه اللي موجوده هنا. وبتيجي تتكلم على الناحيه الهجوميه، وجود تريزيجيه واشرف بن شرقي وجراديتشار مع وجود وسام ابو علي والمجموعه اللي موجوده برضو في الامام مع حسين الشحات، لا كده سكواد النادي الاهلي اختلف تماما عن قبل يناير. انت بتتكلم في قبل يناير حاجه وبعد يناير حاجه. اضف الى ذلك بقى، ودي نقطه مهمه، ان انت عندك احمد عبد القادر اعارته هتنتهي في نهايه الموسم، فهيبقى معاك في كاس العالم للانديه. فدي نقطه من النقط، ان انت عندك لعيبه برضو على سبيل الاعاره هتخلص وهتبقى معاك، ولعيبه تصنع فارق زي عبد القادر. فهنا كل هذه الامور هيبقى في اوراق قويه جدا مع مارسيل كولر يقدر يروح يعمل بها اداء، لان تقسيمه الفرقه لما بتيجي تتكلم انك في بعض الاوقات قبل يناير
كنت تحس إن فرقة النادي الأهلي بسبب الإصابات وبسبب إن ما كانتش لسه الصفقات جت، إن الفرقة ما فيش بدلة، يعني لما بيرسي تاو مش في مكانه أو مصاب، ما فيش حد يشيل مكانه. حسين الشحات نفس القصة، وسام أبو علي لما جات له إصابة إمام عاشور لعب فيرود 9. فكل هذه الامور، فابتدى النادي الاهلي راح جايب جراديتشار، وبعدين راح جايب اشرف بن شرقي، وبعدين صفقه تريزيجيه كاس عالم انديه، وبعدين حمدي فتحي كاس عالم انديه، وبعدين دلوقتي ادي عبد المنعم كاس عالم انديه، في احتماليه كمان وجود محمد النني وعوده احمد عبد القادر من الاعاره اللي موجوده معاه. فكده فرقه النادي الاهلي هيبقى السكواد مختلف تماما. وكل ما يكون عندك عمق في السكواد بتاعك وانت رايح تنافس على اعلى مستوى، طبعا بقى أضف كمان عودة علي معلول لمستواه. كل هذه الأمور هتصب في مصلحة مارسيل كولر والنادي الأهلي، إنه قدم عروض قوية داخل كأس العالم للأندية. دي بطولة استثنائية، وبسبب ان هي بطوله استثنائيه واول مره تتعمل بهذا الشكل، لازم يكون منظر النادي الاهلي واداؤه فيها مشرف. فبناء على هذا الامر اتكلفت طبعا لجنه الكوره والكابتن محمود الخطيب في اداره هذا الملف، انك ازاي تعمل تشكيل او سيت اب وتجهيز للفرقه وشكلها اللي هيشارك في كاس العالم للانديه على قد المتاح اللي هو ايه، اللي هو المقابل المادي اللي يقدر النادي الاهلي يدفعه في هذا الشأن. وطبعا كنا اتكلمنا مع حضراتكم على موضوع الرعايات اللي هيكسبها النادي الاهلي في المشاركه، ولكن الرعايات ومكسبها في المشاركه يعني هتكون الامور مش قادر النادي الاهلي ياخد منها يعمل بها صفقات كبيره في كاس العالم للانديه غير اللي قلته لحضراتكم، وده امر مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. هكمل مع حضراتكم في اخبار النادي الاهلي، ولكن المره دي في خبر مهم، ان النادي الاهلي بيقدم اول عرض لضم لاعب الزمالك. مين هو اللاعب؟ من خلال بعض الوسطاء النادي الاهلي بيحاول ان هو يعني ياخد توقيع ويحصل على توقيع اللاعب محمد السيد، لاعب وسط نادي الزمالك اللي بيلعب تحت 21 سنه. اللاعب عقده بينتهي اخر السنه، اخر هذا الموسم، يعني اخر هذا الموسم في شهر يونيو، وبيلعب في منتخب الشباب مواليد 2005. النادي الاهلي عنده اهتمام كبير باللعيب، خاصه ان كان هو عنده يعني محاوله احتراف في نوتنغهام فورست الانجليزي اللي بيقدم موسم رائع، يمكن افضل موسم لنوتنغهام فورست من اواخر السبعينات اللي بيحصل السنه دي مع المدير الفني نونو سانتو. فكان اللاعب بيحاول ان هو يبقى عنده تجربه احتراف هناك، ولكن ما حصلش نصيب. فهنا حصل تواصل ما بين بعض الوسطاء واللاعب عشان يقنعوه ان هو يمضي للنادي الاهلي لتعويض رحيل اكرم توفيق اللي راح نادي الشمال القطري. طب هنا القصه في ايه؟ ان النادي الاهلي تواصل مع اللاعب وهو عقده بينتهي وهو هيبقى فري، يعني اللعيب عقده هينتهي في شهر 6، فبناء على هذا الامر يحق له انه هو يتفاوض مع اي نادي في حاله عدم تجديد عقده، وده ما حصلش من نادي الزمالك. فبناء على هذا الامر دخل نادي الاهلي في مفاوضات مع اللاعب عشان يحصل على توقيعه، وده اللي هيبان في الاونه المقبله، ان هل النادي الاهلي هيقدر يحصل على توقيع محمد السيد. ده اللي هيبان في الاونه المقبله. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. اروح مع حضراتكم لاخبار نادي الزمالك وايه اللي بيحصل هناك. زي ما كنا انفردنا مع حضراتكم ان في مشاكل ما بين المدير الفني جروس، وان في صدام ما بينه وما بين بعض اعضاء مجلس الاداره واللعيبه، بيسيرو مدربا لنادي الزمالك في لقاء القمه. الزمالك استقر على تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الاهلي السابق بداية من لقاء القمة يوم 22 فبراير الجاري، ورحيل كريستيان جروس بعد ما هيسددوا الشرط الجزائي اللي هو شهرين، وهيبقى قيمته 170 ألف يورو. بيسيرو درب النادي الأهلي في 2015 وما بين أكتوبر 2015 ليناير 2016، وكان عامل على فكرة فترة جيدة، ولكن هو رحل بسبب تخوفات عنده.
وبعدين مسك فرق في البرتغال، مسك بورتو، مسك سبورتنج لشبونه، ومسك انديه برتغاليه كتيره، واخرها كان عنده تجربه مع المنتخبات، اخرها منتخب نيجيريا اللي خد معاه وصيف بطوله افريقيا الاخيره. بيسيرو هيجيب معاه 4 مساعدين، 3 منهم برتغاليين، والمدرب المصري هيبقى كابتن أيمن عبد العزيز. ولكن خلينا نتكلم بشكل يعني ليه رؤية واسعة، إن مجلس إدارة النادي الزمالك بعد رحيل جوميز راح جاب جروس، وكنت شرحت لحضراتكم إن الموضوع ما بين ميجي جروس واللي بيحصل في نادي الزمالك في مشاكل، ويمكن اتكلمت ان شيكابالا زعلان، وان بعض اللعيبه بتقول التمرين مش احسن حاجه، وان في بعض الامور داخل اوضه اللبس مش متوافقه مع المدير الفني جروس. وجاء علينا هجوم، والناس هجمتنا وقالت ان ده يعني زي ما بنقول ان احنا كده بنفتري. ولكن اللي حصل ان في الاخير مجلس اداره نادي الزمالك سمع لاراء اللعيبه، وسمع لشكوى اللعيبه، وايضا كان في بعض من الاوقات يمكن الاستاذ ممدوح عباس طلع انتقد اللي بيحصل في الناحيه الفنيه. فالامور كانت باينه ان جروس مش مكمل في نادي الزمالك. ولما طلعنا قلنا كده الحمد لله كنا من اول الناس اللي انفردنا بهذا الامر، ان في صدام ما بينه وما بين كابتن احمد سليمان في تولي المهام، ان في بعض الصدام ما بينه وما بين اللعيبه وخاصه شيكابالا، لانه حتى شيكابالا ما كناش بنشوفه حتى موجود في السكور، وما كانش بيروح التمرين، وبعدين لما ابتدى يخش في السكور ما بيشاركش تماما. فطبعا كل هذه الامور ادت الى صدام كبير ما بين اللعيبه الكبار وما بين المدير الفني جروس. وهنا انقلاب اللعيبه بقى عليه، وخاصه شيكابالا اللي قلت لحضراتكم انه ما كانش بيروح التمرين، وبعدين جروس نفسه رفض كل محاولات الصلح مع شيكابالا، واللي كان بيحاول انه يعمل مواضيع الصلح دي حد من اللعيبه الكبار. النقطه الثانيه، عبد الله السعيد واحد طبعا من افضل اللعيبه اللي موجوده في الزمالك، متحمس جدا لميجي بيسيرو، وده لسبب انه اشتغل معاه في فتره النادي الاهلي، وكان شايف ان شغله كويس جدا، فدعم وجوده بدلا من جروس. لان حته بقى شكوى التمرين، ودي حاجه من الحاجات ان الحمد لله برضو كان لينا السبق ان احنا بنقول ان التمرين مع يعني للعيبه نادي الزمالك اثناء وجود جروس مش احسن حاجه، وبان في الاداء. فبناء على هذا الامر اللعيبه اشتكت، فخد مجلس اداره نادي الزمالك القرار، لان برضو عندك احمد حمدي من اللعيبه اللي باركت وجود بيسيرو لو هم اشتغلوا معاه. ولكن هنا سؤال مهم لموضوع يعني جروس، هل شكوى اللعيبه هي الحاجه المؤثره بالنسبه لمجلس اداره عشان يمشي مدرب؟ طيب كيف جاء تقييم جروس؟ يعني جروس لعب 14 ماتش، كسب 9 على فكره، خسر من بيراميدز 3-0، ودي كانت اكبر خساره وكان اقل مستوى قدمه. ولكن انت بتقيم جروس كمجلس اداره نادي الزمالك ازاي؟ انت شايف جروس من الاول، درست وجوده ازاي؟ هل كان مجيء جروس افضل من مجيء مدرب مصري يشيل المرحله اللي هي الانتقاليه ما بعد مدرب اجنبي، وكان يقدر ممكن يلم الدنيا افضل من كده؟ هل مثلا كان وجود كابتن طارق مصطفى اللي كان ابرز المرشحين انه يجي خلف المدير الفني البرتغالي جوميز، واحد من الناس اللي كانت تقدر تشيل نادي الزمالك في فترة صعبة جدا زي الفترة اللي فاتت؟ كل دي أسئلة مجلس إدارة نادي الزمالك بعد قرار إقالة جروس يعني هو اللي هيحاسب عليه. الحاجة التانية، هل الأفضل اللي كان يشيله قبل ماتش القمة يعني بماتشين، يعني في ماتش بتروجيت وبعد كده ماتش القمة؟ طب هل الافضل ان كان يستنى جروس يلعب الماتشين دول وبعد كده يبتدي يتم الحساب؟ يعني كل دي اسئله الصراحه هتدوخ جماهير نادي الزمالك معاه، لان الطبيعي ان انت بتدور على استقرار، فالراجل يكمل وحاسبه بعد ماتش القمه. طيب انا دلوقتي بيسيرو لما يجي دلوقتي، طب هيلحق
طبعًا هو كان له تجربة، بس بقى له كام سنة، أنت بتتكلم في 5، 6، 7 سنين يعني، ده 2016. فأنت دلوقتي إحنا ده 10 سنين أهو داخلين 2025، 9 سنين. طب الكورة دلوقتي أو الناس اللي هو حي حي هيشتغل معاها عقبال أمّا يعرفها ويبتدي يحط فلسفته، الموضوع فهنا أنا باطرح كل الأسئلة ليه؟ طب هل بيسيرو الأفضل بالنسبة لنادي الزمالك في هذه الفترة والّا استقدام مدير فني مصري؟ عارف الدنيا وواحد من أبناء نادي الزمالك يقدر يشتغل، يقدر يلِم شمل الفريق، يقدر يشيل، يحتوي غضب اللعيبة اللي موجودة في أوضة اللبس، يعني يبقى في دعم كمان للجماهير لأنه أكيد هيبقى واحد من نجوم نادي الزمالك، فكل هذه الأمور بترجّعنا لنفس السؤال، يعني أنت مشّيت أجنبي وجِبت أجنبي فما لحقش يتطبّع، فمشّيت الأجنبي التاني عشان تجيب أجنبي تالت، فنفس الدوامة أنت لسه شغّال فيها، فده أمر مهم جدًا بالنسبة موضوع جروس. عايز أقول لحضراتكم إن نادي الزمالك رفض رحيل اللاعب حسام عبد المجيد للدوري الروسي، كنا برضه من الناس اللي الحمد لله انفردنا بموضوع إن في عروض احتراف بالنسبة للاعب حسام عبد المجيد من أوروبا، ولكن نادي الزمالك رفض عرض من سياسكا موسكو الروسي لرحيل حسام عبد المجيد، اللاعب أيضًا عنده عرض من فريق فرنسي، ولكن هو عايز يعني يرحل بشكل كبير جدًا لأوروبا، وبيسعى إن هو يضغط على إدارة نادي الزمالك بالموافقة على احترافه، ووضع يعني مرحّب كمان إنه يحط أي شروط تمنع إن هو يرجع للنادي الأهلي. حسام بعد اللي حصل معاه في الأولمبياد حابب إن هو يحترف، حابب إن هو يعني ليه ما أبقاش زي محمد عبد المنعم. إن ده الوقت اللي أنا أقدر أطلع فيه، ده السِن الأمثل، إن ابتدت الأندية تتكلّم عليّا وعندي عرض أهو من أوروبا، من روسيا، من CSKA موسكو، وده من الأندية على فكرة الكويسة هناك. وأيضًا عندي عرض من فرنسا، فكل هذه الأمور في دماغ اللعيبة، ولكن نادي الزمالك وإدارته خايفة إنه حسام عبد المجيد يروح كوبري. فبناءً على هذا الأمر رفضت الرحيل في هذا التوقيت، ولكن لازم يحصل وفاق ما بين اللاعب وما بين مجلس الإدارة في هذا الشأن. أروح مع حضراتكم خبر من الأخبار المهمة، وهو نادي الإسماعيلي بيقيل حمد إبراهيم المدير الفني كابتن حمد، وبيفاضل ما بين أسامي مدربين بعد لقاء النادي الأهلي. نادي الإسماعيلي في مرحلة صعبة جدًا، يعني الصراحة بعد الله يرحمه كابتن إيهاب جلال، يمكن كابتن إيهاب الوضعية بتاعة نادي الإسماعيلي كانت مأثّرة عليه نفسيًا وطبيًا برضه، طبعًا هي كلّها أسباب، ولكن أنا باقول لحضراتكم يعني من الحاجات اللي لإنه كان شايل هَم كبير، نادي الإسماعيلي نادي كبير جدًا، من الأندية اللي عندها جماهير، من الأندية اللي عندها شعبية، ولكن وضعه بقى له حوالي يعني قرابة كده 5، 6، 7 سنوات مش أحسن حاجة، دايمًا بينافس على الهبوط، دايمًا وضعيته مش قد الاسم بتاعه، يعني نادي الإسماعيلي من الأندية أول فرقة خدت دوري أبطال أفريقيا، وكان عنده نجوم كبار، أول فرقة في مصر خدت دوري أبطال أفريقيا سنة 70، والنجوم الكبار بقى كابتن علي أبو جريشة وكابتن محمد صلاح أبو جريشة، نجوم كبار في نادي الإسماعيلي وخد 3 دوري يعني عنده من البطولات وعنده من الجماهيرية الكويسة، ولكن نادي الإسماعيلي من أكبر النماذج اللي لمّا تحوّل الموضوع لموضوع الاحتراف، الدنيا اختلفت تمامًا، ليه؟ عشان ما عظّمش موارده، ما عرفش يضبّط موارد واعتمد على شخصية الفرد أو المجموعة اللي تيجي تصرف، ف بتبقى الأفراد باصة على الكرسي أكتر ما هي باصة على مصلحة النادي، ففي الأخير النتيجة إن وضعية نادي الإسماعيلي بهذا الشكل. فطبعًا موضوع نادي الإسماعيلي محتاج الصراحة مجهودات كبيرة، فحتى الكابتن علي أبو جريشة استقال من موضوع لجنة الكورة. فهنا نادي الإسماعيلي الآن عنده ترشيحات ما بين 4 مدربين لتولي المهمة بعد الاتجاهات، طبعًا خلاص هو هيقبلوا موضوع حمد إبراهيم، والموافقة كمان على استقالة كابتن علي أبو جريشة زي ما قُلت لحضراتكم. طب مين هم الأبرز؟
ابرز واحد واعتقد ان ده هيبقى الحل الاول كابتن عماد سليمان اللي هو كان مدير الكوره. ده هيمسك ماتش النادي الاهلي يوم الاحد المقبل، وعنده 3 أو 4 مدربين كمان: هيثم شعبان، كابتن طارق العشري، ومؤمن سليمان. طبعا كابتن مؤمن سليمان وكابتن هيثم شعبان كلهم كباتن، ومعاهم وخد دي عندك احمد عيد عبد الملك. كابتن احمد عيد عبد الملك المدير الفني السابق للمحل، عشان يتولى المهمه بعد لقاء الاهلي. كل دول فيهم مفاوضات. يعني احنا مش عايز بس اقول موضوع ان احنا نتمنى العوده لنادي الاسماعيلي. الاسماعيلي لازم يركز على مشروع ازاي اقدر اعظم مواردي عشان اوفر مستحقات وفلوس اعرف ابني بيها فرقه. لان الموضوع ان انا بعتمد على الجهود الذاتيه والناشئين فقط. ناشئين نادي الاسماعيلي طول عمرهم جامدين، طول عمرهم لعيبه كبار، ولكن مش ده خلاص. احنا في العصر ده عصر النفقات والاحتراف، واللي معاه فلوس يقدر يعمل فرقه كويسه هو اللي بيكمل ويبين. يعني انت شايف سيراميكا كليوباترا فين؟ انت شايف دلوقتي النادي المصري بعد وجود مستر كامل ابو علي بقى فين؟ ما هو انت دلوقتي لازم تشوف النماذج اللي قريبه منك وتحاول تقلدها. فبناء على هذا الامر بنتمنى ان نادي الاسماعيلي يبتدي يفكر في ازاي يعظم موارده، يبتدي يفكر ازاي يلم الشمل داخل النادي عشان يرجع تاني كوره النادي الاسماعيلي للكوره الجميله اللي احنا متعودين عليها. ده كان اخر حاجه معانا النهارده، وان شاء الله تستنونا باقوى الانفرادات والحصريات فقط تلاقوها معانا في صوت الملعب. مع تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صوت الملعب مع محمد فاروق.